سؤالها الأول تقول أنا لما نصوم نمرض بمعدتي ونحس هكا بنوع من الحموضة تبدأ طالعة هابطة وتتحرك في الحلق وساعات توصل حتى للفم وللسان. شنو هو الحكم؟ أنا مش نجاوبها على الحكم الفقهي ومش ننصحها بنصيحة. أولا بالنسبة للحكم الفقهي احنا عندنا الحامض هذا يسمى القلس. في بعض الأحيان تكون المعدة المريضة اللي فيها التهاب أو شيء من هذا القبيل، أو الإنسان يأكل بعض الدهنيات اللي معدته ما تتحملهاش، أو يكون عنده هواء، فهذا يطلع له هذا ما احنا نسميه الجاير، وهذا يتسمى القلس. يبدأ نوع من الحرقة هكا يطلع في فم المعدة وساعات يوصل حتى للحلق. هذا إذا وصل حتى للحلق ما خرجش للفم ما يقلقش. إذا وصل للفم والطعم والإنسان يلزمه يبصقه ويطرحه ما يرجعوش، يبصقه ويطرحه ما يرجعوش. طيب، لكن أنا ننصح بنتي نقول لها اللي وضعيته هذه معناها معدته مريضة، يعني يلزمها تعرض نفسها على الطبيب، وثم أشياء ما تناسبهاش ما تناسبش معدتها. كل إنسان بدنه شي يناسبه، ثم اللي ما يناسبوش الحر، ثم اللي ما يناسبوش الأشياء الحامضة، المشروبات الغازية، الفلفل الأكحل. هذه أمور يعرفوها الأطباء هم اللي مش ينصحوك. ولذا بنتي الفاضلة أولا نقول لها حكما إذا كان هالحموضة وهالقلق اللي عندك وتبدأ مكدرة، إذا ما خرجش لفمك لا بأس عليك، وإذا خرج لفمك وطعمته ابصقه ما ترجعوش فقط. هذا هو الحكم. وننصحها باش تمشي تعدي وتداوي روحها وتنحي أسباب الضغط. واضح اللي هي عندها نوع من الضغط النفسي، واضح اللي هي يعني، واحنا توا العلم أثبت العلاقة بين المعدة وبين الجهاز العصبي متاع الإنسان. فهك علاش ولا من الأمراض الجديدة الله يعافينا ويعافيكم جميعا يقول لك فلان عنده عصب في المعدة. علاش؟ لأنه مربوط بهك الضغط النفسي وبالغضب متاعه وبحاجة ما وصل لهاش وحاجة تظلم فيها. ولذا يلزمنا نهونوا على أنفسنا. وننصح بنتي الفاضلة باش تمشي تعدي وتجري فحوصات على معدتها، وإن شاء الله لا بأس بإذن الله.